صباح الورد عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ افتكروني شارياها وانا من العيش البلدي عاملاها. احلى بيتزا ممكن تاكليها، طراوة وشكل وطعم وتوفير. معانا هنجيب العيش البلدي بتاعنا اللي بنجيبه من الطابونة عادي خالص. اي كمية انت عايزة تعمليها براحتك. هتحطي عليها مية دافية وتسيبيه لما يطرى. زودتي المية يا ريت تصفي الاول المية وبعد كده تهرسي العيش. انا كنت هنا حاطه المية مناسبة على قد العيش فمحتاجتش ان انا اصفيه. هنبدأ هنا نحط الدقيق ونبدأ نلف العجينة بتاعتنا كويس قوي. يا ريت ما تحطيش الدقيق كله مرة واحدة، هنحطه واحدة واحدة على حسب احتياجنا لغاية ما العجينة تلم معانا. هنحط معلقة بيكنج باودر علشان يبقى هشة العجينة، ونحط كيس خميرة فورية ومعلقة سكر. هنبدأ نكمل كمية الدقيق. يا ريت يا جماعة تعملوا الطريقة دي، وعايزة سبسكرايب كتير ولايكات كتير. دلوقتي هبدأ أحط معلقة من وش اللبن، أنا دايما بحتفظ بيه للمعجنات، بيدي طعم جميل قوي وبعدين بيخلي العجينة غنية كده، طبعا بنعملها لولادنا في البيت. وهنحط معلقة زيت عشان برضو نظبط العجينة ونلفها فتظبط معانا وتلم من الطبق. كده خلاص احنا خلصنا عجن. هنبدأ نسيب العجينة ترتاح لمدة ساعة على ما تخمر، وبعد كده هنبدأ نشتغل فيها. كان معايا هنا صلصة عشان طبعا نحطها على العجينة، كانت صلصة عندي موجودة في التلاجة، طلعتها سخنتها، مفيش اي مشكلة خالص هشتغل بيها. لو انت ما عندكيش اعملي صلصة من جديد او اشتري برطمان صلصة، هقولك تعمليه ازاي. دلوقتي هنبدأ ندهن الصواني بتاعتنا دهنة زيت بسيطة جدا، ماشي، عشان نبدأ نحط عليها العجينة بتاعتنا. هنا هنبدأ نقرص العجين بتاعنا قطع على قد كل بيتزاية. العجينة هتلاقيها طرية معاكي، ما تخافيش بتلزق في ايدك. هتدهني ايدك دهنة زيت بسيطة قوي، وتبدأي تحطي قطعة العجينة على قد البيتزاية. عايزاها صغيرة يبقى حطي حتة صغيرة، عايزاها كبيرة كبري قطعة العجين. هتقرصي، انا كان عندي صاج فحطيت فيه 3. عايزة تحطي على قد الصينية زي ما انا عاملة كده برضو، زي ما انتي شايفة مفيش مشكلة. هنا هنبدأ نتبل الصلصة بتاعتنا اللي هي كانت عندي أصلا في التلاجة، فعشان عشان كده ما كانتش متبلة. لكن انتي لو بدأتي جبتي الصلصة من أولها وعملتيها فتبليها في الزيت وانتي بتعمليها على النار. لكن دي كانت عندي أصلا، فأنا هبدأ أتبلها بصل بودر، توم بودر، كزبرة، زعتر، وطبعا الملح والفلفل بتاعنا، وهظبطها كده. دي خلاص دي اللي هندهن بيها البيتزا بتاعتنا. عندنا طماطم متقطعة صغير، يا ريت من غير البذر بتاعها. مش حابة تزهقي نفسك مفيش مشكلة برضو. هنحط شوية فلفل أخضر، وطبعا زيتون. وطبعا عندنا شوية جبنة باقيين عندك من السندوتشات، جبنة رومي، شيدر، موتزاريلا، أي نوع جبنة حتى لو كانت فيتا مفيش أي مشكلة خالص. هنبدأ نفرد العجينة في الصينية بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ويا ريت نغرزها بالشوكة عشان ما تقبش معانا، ونقدر نحط المكونات والحشوة بتاعتنا فوقيها من غير ما تقب. أرجو يا جماعة تعملوا لي سبسكرايب ولايكات كتير وكومنتات لو الفيديو عجبكم. على فكرة جربوها وعلى ضمانتي وهتدعولي. توفير من الآخر يا جماعة، انت بتوفري دقيق، كيلو الدقيق دلوقتي ب30 جنيه أو 25. معلش انت نص الكمية بتاعت البيتزا عاملاها من العيش اللي انت جايباه من الطابونة، معلش الرغيف بشيلن يعني. تمام. هنبتدي هنا نحط زي ما انتم شايفين كده الجبنة، زي ما احنا قلنا الجبنة اللي متاحة عندك حطيها، كله بيبقى جميل في الآخر، كله شغل بيتي نظيف وجميل. كده احنا خلصنا كل الصواني بتاعتنا، وهنا سويناها تحفة تحفة، سوا زي ما انت شايفة قعرها مستوي، تحفة يا جماعة، بالهنا والشفا للي ياكلها. أرجو تجربوا الوصفة.